ديزني من زمان وهي بتخلي خطف الأطفال يبان عادي. بيتر بان بيجي يخطف ويندي وياخدها أرض الأحلام، أرض الأحلام. مكان كل حاجة فيه مسموحة، وبيعودوا الجيل الصغير إن فكرة الحرية يعني مفيش أهل. دلوقتي ماما هتقول إيه؟ ماما؟ يعني ايه ماما؟ وزي هوم الون اللي خلانا كلنا واحنا صغيرين نفسنا نقعد في البيت من غير أهل، وعايزين نجرب نلعب مع المجرمين. وفي بينوكيو الأطفال بيتاخدوا على جزيرة المرح. أنا بلم الولاد الأشقياء الخايبين وآخدهم جزيرة المرح. هما دايما بيعودوك على افكارهم خطوه خطوه، ومن غير ما تاخد بالك بتبدا الحاجات الغلط تبان عاديه، ودخلوا شخصيات انت متعود عليها من صغرك واعادوا انتاجها في افلام جديده بالشكل ده، بس عشان اللاواعي يحس ان هي حاجه طبيعيه وهي مش كده. وكمان قصر والت ديزني نفس الوان وفكره معبد ابستين، وسبونج بوب بيروح جزيره معزوله في نص البحر، ولوجو نيكلوديون اللي نفس بالظبط شكل جزيره ابستين. هما بيخلوك تحس ان ممارساتهم عاديه عن طريق الافلام اللي انت بتحبها من وانت صغير، ومن غير ما تاخد بالك بيخلوك تحس انها حاجه عاديه. فما تسيبوش اولادكم يتفرجوا على اي حاجه لوحدهم، ولو حسيت ان الكرتون مش مناسب يبقى هو فعلا مش مناسب. خلي بالكم وستي سيف.